صباح الفل واهلا بيكم في فلوج جديد من فلوجات دولاس فيتنس جايد. النهارده عندنا يوم من الاكل والتمرين والسفر كمان في مرحله الميني كات. النهارده 25 ابريل، هو عيد قومي مش عارف ايه هو، بس هو اجازه يعني، فانا قررت ان انا اسافر القاهره لان انا عندي شويه حاجات عايز اخلصها هناك، فهفطر سريعا كده معاكم. الفلوج النهارده هوريكم فيه الحاجات اللي انا بحضرها وانا مسافر لما بقعد كذا يوم، ايه اللي بفكر ان انا اخده معايا، ازاي بفكر وانا بحضر حاجتي، بجانب ان هيبقى فيه جزء في الطريق وجزء في القاهره، فهو نص في اسكندريه ونص في القاهره، فهتبقى العمليه ممتعه جدا. هحاول قدر المستطاع ما اضيعش وقت لان انا بقى اكتر من نص ساعه اصلا بظبط موضوع التصوير ده. الساعه بقت 6:10 اهي وانا صاحي من 5:30، فاليوم بيجري مني. الايام اللي بتبقى فيها سفر دي بتحس ان هي سريعه جدا، فمن غير ما يضيع وقت يلا بينا نحضر الفطار وننطلق مع بعض. لقيت البرطمان اللي انا بحط فيه دقيق الرز فاضي، فبدل ما هفطر كريم اوف رايز وده بيبقى الفطار المفضل بتاعي قبل التمرين، هفطر 100 جرام شوفان. طبعا ده مش كويكر، ده شوفان عادي اللي هو بتاع سانتي، عشان بس المقاطعه. 100 جرام على السريع. وعليهم سكوب من البروتين باودر. فطار مختصر وسهل ومفيش مجال للاختراعات، ولا هقعد بقى اعمله بقى بروتين كوكي ولا مش عارف ايه، ولا الحاجات اللي انا بعملها في ايام الاوف دايز دي، لان انا زي ما بقول لكم ما عنديش وقت. عاده بقى هاخد ده اعمله بروتين كوكي ولا حاجه، احطها في الاير فراير واحط عليها شويه فواكه بقى واعمل كوبايه قهوه وقاعد الصيام. يعني ايام الاجازه دي بالنسبه لي بحب ان هي تبقى روقان يعني، لكن النهارده مفيش مجال للكلام ده. طبعا المرحله اللي انا فيها خلاص بتخلص، يعني انا دلوقتي فاضل لي خميس وجمعه وسبت 3 ايام واخلص الميني كات بتاعي. فطبعا اللي ما شافش فيكم فيديو الميني كات يرجع يتفرج عليه. احط البتاع ده في الميكرويف ونخش مع بعض نقعد نفطر واوريكم هعمل ايه. يح 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 يح. بتاع طالع سخن موحوح. سكوبين بروتين سريعا كده عليه. طبعا البخار بتاع هيغيم العدسه لو انا ما انجزتش، ممكن يكون غيمها اوريدي. دي واحد. المفروض السكوب 32 جرام، بس يعني مش لازم تبقى العمليه دقيقه قوي كده يعني. طب والله طالع 64 اهو، مش عارف هو باين عندكم ولا لا، بس والله العظيم طالع 64. مش باين او باين بقى، هنشوف في الايديت يعني. هقلب البتاع ده سريعا واخدكم معايا. هفتح J3 University وهقعد اذاكر شويه قبل ما الاكل يتهضم، نص ساعه ولا حاجه. كده لبست سويت شيرت لان انا حاسس ان زوري مش في افضل وضع ممكن خالص. وخلاص هنزل زي ما انا كده سريعا نروح الجيم، فقلت هفطر وانا قاعد كده بسرعه واذاكر اي حاجه. هوريكم انا بذاكر ايه دلوقتي. استنى بس يفتح. طبعا بقى الاضاءه بتاعت اللاب مش عارف هيبان صراحه ولا لا.
انا كده هقعد طبعا هلبس السماعه دي عشان ما اعملش صداع. هخلص كده سريعا واخدكم معايا وانا رايح الجيم. فات ساعة من ساعة ما أكلت الميل، فسريعا كده هستعرض معاكم إيه اللي أنا هاخده دلوقتي. طبعا أنا رايح الجيم هاخد حباية من الكافيين، ده تركيزه 200 بتاع أورجانيك نيشن، وهاخد معاه 10 مللي جرام سترولين بتاع ماكس ماسل، برضو براند كويس جدا محترم قوي. وهاخد إيه ده المفروض ما يكونش سيلينيوم، المفروض إن ده فيتامين، هما الاتنين نفس العلبة في ثانية واحدة. بس كده هاخد حبايه من الديلي فيتس، دي الحاجات اللي انا هاخدها دلوقتي سريعا كده قبل التمرين. هشرب كمان دول بقى يعني حاجات للصحه العامه، سكوب من الريدز وسكوب من الجرينز مع بعض. وانترا ورك اوت هاخد 8 جرام من الكرياتين وعليهم سكوبين من البي سي دبل اي والاي دبل اي مع بعض، البلند بتاع ماسل اد. هي دي الحاجات اللي انا هاخدها سريعا. ننطلق بقى مع بعض بسرعه عشان الوقت كده بيضيع. سريعا كده هنبتدي مع بعض باول زاويه في الترايسبس، وهي البوش داون بالقبضه الزجزاج. مجال التسخين التركيز في الحركه هو ان انت تقف في بوزيشن يكون ثابت. بتبتدي وانت طالع ان انت تزق كوعك لورا، كوعك ثابت وتخيل كانك بتزقه لورا لحد ما توصل ان البايسبس تلمس الساعد، وبعدين بتسكويز تحت. هسخن سريعا كام مجموعه، وبعد كده اول ما هوصل للوزن اللي ابتدي احس فيه ان الثلاث عدات بقوا تقال، هختار الوزن ده وهجيب بيه 8 عدات 3 مجاميع. يلا بينا كده سريعا اشجع لكم مع بعض في اول ست فعليا. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here. هنخش بعدها على الاوفر هيد ترايسب اكستنشن. انا بلعبه بكابل واحد، ممكن تلعبه بالبقره ذات نفسها بالبول بتاعت البقره، او ممكن تلعبه بكابل سنجل، او ممكن تربط رباطين في بعض، ايا كان اللي انت هتعمله. المهم ان انا بلعب ده ببريسنج، ايدي اللي هتلعب بتبقى ايدي الثانيه سنداها، وببتدي ان انا ازقها طول الحركه، فده بيثبت كوعي وبيخليني ابوش بشكل كويس جدا. هلعب 3 مجاميع كل واحده فيهم 8 عدات. المدى الحركي هيكون طويل، الحركه السلبيه طويله جدا. الحركه دي حركه استرتش قويه جدا، هي حاول ان انت تحط نفسك في الوضع اللي انت فيه هنا يكون لسه فيه تنشن، فاطلع شويه قدام قبل ما تبتدي ان انت تلعب. 8 عدات. المجموعه الاولانيه الحركه السلبيه في 5 ثواني، المجموعه الثانيه الحركه السلبيه في 4 ثواني، المجموعه الثالثه الحركه السلبيه في 3 ثواني. نفس الويت، هي حركه استرتش، حركه فوكس عاليه جدا. فخلينا نبتدي مع بعض باول مجموعه.
I've come to في مجال ان انا اتقل بلاطه في الدور الجاي، هعتبر ان دي لسه غير مبسط، وهبتدي اول مجموعه فعليه من الدور الجاي، لان انا لما ابتديت الحركه حسيت ان انا لسه عندي كده. Storm's coming, so you better start running. We can't control the up on down, coming for the, coming for the. Coming for the throne. Coming for the throne. So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. المجموعه دي هتكون كلاستر ست مختلفه شويتين، روب بوش داون، بس بلعب بالكابلين. طبعا لو مش متاح لكم غير كابل واحد مفيش مشكله، بس ده المدى الحركي بتاعها بيبقى اطول، فبيساعد ان انا اكستند ورا شويه. المجموعه دي هحط وزن خفيف، هجيب بيه 15 عده، وبعدين هريح 20 ثانيه. انا قدامي هناك في تايمر انا شايفه، غير ان في تايمر في الساعه كده كده، وهزود بلاطه واجيب اقصى تكرار ممكن واريح 20 ثانيه، وازود بلاطه ثانيه واجيب اقصى تكرار ممكن واريح 20 ثانيه، وهكذا لحد ما ابقى مش قادر ان انا اجيب في المجموعه اكتر من 3 عدات باداء حركي مظبوط. الحركه كنترولد جدا في الجزء الاكسنتريك، سكويز قدر المستطاع تحت، هو دور واحد مفيش غيره، لكن بيبقى طويل قوي وبتطلع فيه كل اللي عندك. You think I fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. Storm is coming, so you better start running. We can't control the up or down, coming for the, coming for the. Coming for the throne. هريح 20 ثانيه وهبتدي ان انا ازود بلاطه دلوقتي اهو، وهجيب اقصى تكرار ممكن في الدور، وهكذا لحد ما ابقى خلاص مش قادر ان انا اجيب اكتر من 3 عدات. دلوقتي 20 ثانيه دول بيعدوا بسرعه جدا فوق ما تتخيلوا، وزي ما بتكلم معاكم كده هم خلاص خلصوا. So you wanna be my enemy? You should've known I'd never kiss the rain. Patience in my veins, play it safe. I don't belong with you, no way. Who died and made you keep moving me? You think that I'm insane? It's your mistake. Kingdoms rise and fall. I've come to take it all. Take it. انا ما زودتش بلاطه في اللي فات، هي دي بقى مشكله الفيديوهات، ان انت لما بتتلهي مع الفيديوهات بتتلخبط. فمش هتكلم تاني في الفيديو، وخلينا نركز في اللي أنا فيه. انا المفروض ابتدي المجموعه الجايه كمان 7 ثواني. Coming for the throne. Coming for the throne.
question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. Storm is coming, كده so you better start running. No, you can't control it. الحركه الجايه ليها فاريشنز كتير، لكن انا الفاريشن ده هو الانسب للمكان اللي انا موجود فيه. هي الكروس اكستنشن، ان انت تفرد ايديك كده. مبدئيا هي الحركه مناسبه جدا لطبيعه الجسم، فانت تحديدك ان انت هتفرد ايدك فين بمنتهى الاختصار هو افرد عضله التراي كده. هو ده الوضع المفروض ان انت تتحرك فيه. ده انسب في الكابلات الضيقه من الكابلات الواسعه بكتير. فعشان كده انا بلعب فاريشن تاني، هو ان انا بلعب وانا ماسك هنا كده، بخش بجسمي جوه وببتدي من زاويه 90 من هنا وبفرد كوعي لتحت اكستنشن. بروح بجسمي جوه، ده بيديني ثبات اكتر، وبتبقى رجليا في ستاجر ديستانس ثابته ورا. الحركه دي حركه عزل قويه جدا جدا، بفضل ان انا انهي التمرين بتاعي بيها. هوريكم شكل السيت اب عامل ازاي من منظر تاني، وهفهمكم حاجه مهمه جدا. المفروض الكابل لما يتحرك ما يكونش باين خالص من ايدي من الجنب. انت المفروض ما تبص من هنا ما تشوفش الكابل اطلاقا، ده اللي يقول لك ان انت في بوزيشن مظبوط. تبتدي الحركه من زاويه 90 من هنا، تمسك كويس وتعمل بريسنج، بتخش جوه بجسمك وبتبتدي ان انت تفرد ايدك وبتطلع لحد اقصى مدى وتنزل. طيب انا مايل ليه كده؟ مايل ليه كده عشان اولا ابقى في بوزيشن سامح ليا ان انا اثبت اكتر، وتاني حاجه زي ما بقول لكم كده ابقى الاستاك مبتدي الحركه من زاويه 90، فكده اعلى حمل محطوط في الزاويه 90 في منتصف الحركه، اللي هو الوضع اللي بيكون فيه عضله التراي اقوى. هيتلعب في البوزيشن ده مجموعه واحده برده كلاستر ست، عباره عن 10 عدات الوزن فيهم تشالنجنج تقيل، وهريح 20 ثانيه وهكمل بنفس الوزن بعد ما اريح 20 ثانيه، وهكذا افضل العب لحد الفشل العضلي، لحد ما ابقى مش قادر ان انا اجيب اكتر من 3 عدات في المجموعه. Kingdoms rise and fall. I've come to take it all. I'll take it. I've come to take it. Kingdoms rise and fall. I've come to take it all. I'll take it all. Storm is coming, so you better start running. No, you can't control feeling my bones. I'm coming for it, coming for it. ممكن تلعب الحركه دي بالكف او بالكابل عادي جدا. اهم حاجه يبقى في حاجه بتبريس ايدك فيها من هنا، ده بيتيح ليك ان انت تزق اكتر. فاضل 4 ثواني. طبعا الحركات السنجل مشكلتها ان هي بتاخد وقت اكتر من الطبيعي، فانا لو قدامي كابل ضيق شويه كنت لعبت على طول بيبقى الاثنين مع بعض. وهي بص هي بالظبط نفس الحركه. هنا هيبقى الميد رينج هو اللي فيه صعوبه الحركه، سواء كنت هنا او كنت هنا، بس هنا في ثبات اكتر لكن بتاخد وقت اكتر. You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I'm here to stay. Won't look away. Storm is coming, so you better start running. No, you can't control feeling my bones. I'm coming for it, coming for it. دي كده النهايه بتاعت الدراع الاولاني.
هلعب الدراع التاني بس مفيش اي داعي ان انا اصور. هم ولعوا ميوزك في الجيم فالصوت بقى عالي شويتين. هنبتدي مع بعض الباي. اول حاجه فيس ان كيبل كيرل وانا باصص على الكابل. الوزن اللي اقدر اجيب بيه 8 عدات بكنترول بنيجاتيف، الحركه السلبيه تبقى كنترولد جدا. انا بحب الحركه دي قوي، بحس فيها بالباي بشكل كبير قوي. طبعا انا سخنت كويس جدا، ما كانش في داعي ان انا اصور مجاميع التسخين. 3 مجاميع كل واحده فيهم 8 عدات. It's your mistake. Kingdoms rise and fall. I've come to take it all. I'll take it. I've come to take it. Kingdoms rise and fall. I've come to take it all. I'll take it all. Storms coming, sweet star running. We can't control feeling our bones. I'm coming for the good. الفاسكولاريتي ابتدت نظريا، وده اول عامل بيحسسني ان انا ابتديت ان انا ابقى فعليا ماشي فيه. يعني شويه العروق دي بتحسسك ان انت ايه، حقيقي بتنشف. صوت الموسيقى في الجيم بقى عالي قوي، وانا المفروض ان انا هلعب دلوقتي دمبل بريتشر كيرل. السيت اب بتاعنا المفروض يكون كالاتي: بتريح دراعك هنا، تقف في الوضعيه اللي تتيح ليك ان الجزء بتاع تحت الابط ده يبقى ثابت على الدراع. الدراع والكرسي مع بعض، طرف الكرسي في خط مستقيم. طول ما انت طالع بتزق كوعك لفوق في الكرسي، كوعك ما بيفارقش الكرسي خالص، ده ثابت هنا ما بيتحركش. وبتبتدي ان انت تلعب. انا المفروض ان انا هلعب 3 مجاميع كل واحده فيهم 8 عدات. المجموعه الاولى الجزء السلبي من الحركه 5 ثواني، المجموعه الثانيه 4 ثواني، المجموعه الثالثه 3 ثواني بنفس الوزن، حركه كنترولد جدا. في المجموعه الاخيره يعني هتبقى حرفيا بتموت. حاول قدر المستطاع ان انا اركز جدا ان انا اقدر اكمل ال8 عدات، لان من الوارد ان انا ما اقدرش اكملهم في المجموعه الاخيره. هصور لكم اول مجموعه تدريبيه دلوقتي. ما يتهيألكوش ان لما عدد ثواني الحركه السلبيه بيقل الحركه بتبقى اسهل، لا، لان انت اوريدي بتبقى فتيجد جدا من الدورين اللي قبلها. يعني الدور الاخير اللي بتنزل في 3 ثواني ده اوريدي مرهق جدا. هرجع لكم في اول مجموعه تدريبيه عشان تشوفوا شكل المجموعه عامل ازاي. So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid. خش بعدها على الروب هافر كيرف. هحط الوزن اللي اقدر اجيب بيه 8 عدات واحس ان هو وزن فعلا تقيل، وبعد كده هريح 20 ثانيه وهلعب بيه تاني وهكذا، واريح 20 ثانيه وهكذا لحد ما ابقى مش قادر ان انا اجيب اكتر من 3 عدات. هي بلاستر سيت واحده، انا اوريدي سخنت خلاص، وهبتدي على طول مجموعه انا معاك. Coming for the throne. Coming for the throne. So you wanna be my enemy? You should've known I'd never kiss the rain. Ice runs in my veins, won't play it safe. I don't belong with your nobility. Who died and made you king of anything? You think that I'm insane? It's your mistake. Kingdoms rise and fall. I've come to take it all.
I've come to take it. Kingdoms rise and fall. I've come to take it all. I'll take it all. Storm is coming, so you better start running. We can't control, feel it in our bones. I'm coming for the, coming for the. زي عندنا هي الفيس اواي كيبل تيرن، هلعبها برضو مجموعه واحده، هحط وزن اقدر اجيب بيه 15 عده ويبقى في عدات كتير لسه في التانك، وهريح 20 ثانيه، وبعد ما هريح ال 20 ثانيه هزود بلاطه واريح واجيب اخري واريح 20 ثانيه وازود بلاطه، وهكذا لحد ما اوصل للوزن اللي انا مش قادر اجيب بيه اكتر من 3 عدات باداء صحيح. بمجرد ما خلاص اوصل للفيلير قبل ما اجيب ال3 عدات، هثبت في وضع الاستطاله لمده 20 ثانيه، لازم يبقى في كسره بسيطه في دراعي عشان يبقى في تنشن. خلص دي وانقل بعديها على الدراع التاني. So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control, feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the. Coming for the throne. رجعت البيت وبحضر البوست ورك اوت ميل، شويه فراخ وهاكل جنبها شويه بطيخ. الفراخ هتبقى 250 جرام وجنبها 300 جرام بطيخ، وده هيبقى يعني الوجبه بتاعتي لحد ما ابتدي ان انا اتحرك عشان اسافر. البوست ورك اوت ميل 250 جرام من صدور الفراخ و350 جرام من البطيخ، وهستخدم التوباسكو هوت صوص ده هحط منه على الفراخ. هاكلها سريعا كده بقى عشان نبتدي التحركات. سريعا كده هستعرض معاكم كل حاجه انا هحطها في الشنطه بتاعتي او كل حاجه انا هاخدها معايا. اول حاجه بفكر فيها هو ترتيب الوجبات بتاعتي وازاي انا باكل على مدار اليوم. واول حاجه بيكون في الوجبات بتاعتي فيه بروتين. في الايام اللي ما فيهاش تمرين اللي هو بكره وبعده، لان بكره وبعده راحه، ما بيكونش عندي كارب في الوجبه الاولانيه صريح، فاذا انا محتاج للوجبه الاولانيه بروتين. الوجبه الاولانيه بيكون فيها سبلمنتس بتاعت الوجبه الاولانيه هي الريدز والجرينز، هم موجودين في الدولاب، هطلعهم دلوقتي، هحطهم دلوقتي عشان ما افصلش الكتر. بعد ما بخلص الفطار بتاعي باخد المالتي فيتامين، وباخد معاه اوقات كتير التومريك، او ساعات باخده بالليل، يعني يا اما الصبح يا اما بالليل. الكرياتين مفضل ان انا اخده بعد الفطار على طول مع الريدز والجرينز عشان ما انساهوش. بعد كده باقي الوجبات بتبقى مصدر بروتين صريح، فراخ سمك لحمه، والحاجات دي طبعا مش هاخدها معايا، دي حاجات هتبقى موجوده هناك، لكن بيتحط عليها صوص، فانا بحتاج الصوص. وباخد معايا كمان الناسو التوابل، هحطها دلوقتي برده في الشنطه بالمره كده اهي، عشان اللي ما يعرفهاش، ولو ما يعرفهاش ارجع اتفرج على الفلوج اللي فات، دي بحطها على كل حاجه تقريبا. على مدار اليوم انا هبقى محتاج حاجات عشان كيفي انا الشخصي، فعشان كيفي انا الشخصي باخد القهوه وباخد الفرنش بريس. وطبعا بحتاج سكر دايت، انا بستخدم السكر اللي هو هوريه لكم دلوقتي، بس هو فاضل فيه وحدتين، فانا كده كده هشتري من الطريق علبه سكر دايت اهو. ده اللي انا بستخدمه اللي هو اسمه سويت اند سليم اللي لونه موف، بس هو خلاص خلص يعني، فالبتاعه فاضيه خلاص.
فاذا انا محتاج ان انا اشتري سويت اند سليم من الطريق. على مدار اليوم وانا بستخدم البروتين باودر، الكاكاو الخام هو سلاحي القاتل في الكاتنج. بعمل بيه بقى مثلا بروتين كيك، بان كيك من غير سكر بالبيت بس الى اخره. فواخد معايا 100 جرام من الكاكاو الخام بتاع البن البرازيلي. برضو على مدار اليوم بشرب امينو اسيدز، فالاي دبل اي والبي سي اي. وده فليفر تاني قرب يخلص، ففاضل فيه سكوب ولا حاجه، فقلت اخده معايا عشان اخلصه بالمره. يتبقى عندنا الشيء ده انا لقيته في الثلاجه، اسمه روك ستار، كنت شاريه بس ما شربتوش. ده بطعم المانجا والجوافه، وفي كافيين، فلطيف ان هو يتشرب في اي وقت، وكده كده ما فيهوش كالوريز، يعني ال 250 مللي فيهم 10 كالوري، فحاجه لطيفه جدا يعني. فده هبقى اشربه في اي وقت في الطريق، او ممكن اشربه بكره. وفي نفس الوقت دول برضو للكيف الشخصي جرينز اللي بالساده، يعني اللي بالكوكاكولا واللي بالليمون. السبلمنتس بتاعت بالليل الكارانتين، فيتامين دي 3، وعندنا كمان هنا البروبايوتكس، وفيتامين اي والسيلينيوم. كده الشنطه دي فيها كل حاجه انا محتاجها. هاخد من دوت في كيسه عشان الغطا بتاعه بيتفتح بسهوله، وتخلي بالكم دايما من الحاجات اللي غطيانها بتتفتح بسهوله والحاجات دي، لان هي ممكن تتكب وتبهدل الدنيا. اللي مش عارف ايه ده نيوتريشنال ييست. وبرده ارجع اتفرج على الفلوج بتاع الميني كات اللي فات عشان تعرف ايه ده. فده انا هحط منه يعني جرعه يومين في كيسه. طبعا الشنطه دي فيها كل الاسلاك الخاصه بيا، اسلاك الموبايل، الساعه، شحن الكاميرا الى اخره، وبس. ودول كده انا هخليهم بره عشان يبقوا تحت ايدي وانا سايق. هحط الجرينز والريدز دلوقتي في الشنطه عشان ما انساهمش، وهيبقى فاضل لي بس علبه السكر الدايت من الطريق، ويلا بينا ننطلق. حاجه مهمه جدا نسيت اقولها لكم، لو المكان اللي انتوا رايحينه مش عارفين فيه ميزان ولا لا، خدوا معاكم الميزان. ولو عارفين ان هو فيه ميزان، خدوا معاكم حجاره للميزان، عشان وارد تروحوا تلاقوا الحجاره فاضيه، والكلام ده حصل لي بدل مره مليون مره. ولو هتاخد ميزانك معاك، اقلبه كده، افتحه، شيل منه الحجاره. المكان اللي انا رايحه عارف ان فيه ميزان اخده، فهاخد معايا بس حجاره احتياطي تحسبا لاي مشكله. طبعا بقى لو في كومبيتيشن بريب ولا حاجه، هتبقى محتاج ان انت تاخد الميزان الشخصي معاك كمان. نزلتهم سريعا، البنوته عندي عندها تمرين سباحه، هروح انا بقى اظبط كاوتش العربيه كده واجهز العربيه للسفر على طول. كلمتين من القلب كده على السريع. كل ما بيتاح ليكم انكم تبقوا مع اولادكم في التمرين اعملوا ده. دي حاجه كويسه جدا بتشجعهم بشكل كبير. حتى لو عندك شغل تقدر تقعد تخلصوا جنبهم على اللابتوب على بتاع مش عارف ايه الى اخره، ده بيديهم حافز قوي جدا. هي فكره ان هم بيبقوا شايفينك قدامهم بعيدا عن الام، لان الام كده كده بتبقى محطوطه في الحاجات دي دايما، بيديهم دافع قوي ان هم يكملوا. طبعا انا دلوقتي اتحركت بس عشان اظبط العربيه عشان ما اخرهمش، وهرجع احضر معاهم التمرين. طبعا دي حاجه شخصيه عمري ما هصورها، وبعد كده بقى هنكمل مع بعض الطريق. رحت كارفور عشان اجيب السكر الدايت بسرعه، لكن من الواضح ان هم عندهم ايفنت كده، انا مش عارف ايه هو بقى، في بازارات وحاجات كتير، اخش اجيبه كده وانطلق سريعا. وصلت زران سريعا كده، اخش جوه هجيب ايس كوفي، وهعمل ايس بروتين كوفي جوه. جايب معايا سكوب بروتين بتاع ايفون 100، اشتري حاجه لطيفه جدا. حاولت ان انا اصور جوه بس هو يعني ممنوع. انا مش حابب ان انا ازاول او اضايق حد. ده ايس امريكان اهو، وعليه اسطوره بروتين، وده لاتيه. اخدها معايا في الطريق كده وننطلق في اتجاه القاهره. طبعا كالعاده طقوس الطريق ان لازم اقعد اسمع احمد يونس، ولازم يكون معايا شكل من اشكال القهوه وانا سايق. وهنا طبعا اللي كان معايا المره دي مش ايس لاتيه ولا حاجه، بس هو كان حاجه يعني من الحاجات اللي انا بحبها برضو، اللي هو الايس بروتين كوفي اللي انتوا شفتوني وانا بعمله. ما حسسنيش ان انا ناقصني اي حاجه صراحه، واستمتعت في الطريق جدا، ما حسيتش بالسكه خالص، لان انا ببقى قاعد مسحول صراحه مع احمد يونس. وصلنا القاهره بقى، وعدينا طبعا الكارته بتاعت القاهره سريعا كده قبل ما الدنيا تضلم، وشويه المعالم اللطيفه بقى اللي بتودي على القلعه. وبعد كده وصلنا، وهنبتدي بقى نكمل الجزء الثاني من الفلوج بتاعنا. وصلت القاهره الحمد لله، وهخش على الميل اللي بعديها. بوزن فراخ اهو.
هتعمل حوالي 300 جرام، 310 اهي. ومعاها هاكل طبق السلطه ده، احط عليها شويه من الناس وسيكريت سبايس واقعد اكل كده بقى وارتاح من الطريق. اخر ميل معانا هي زبدتين جهينه من اللي هي اللي لونها بامبي اليوناني، وعليهم 50 جرام من البروتين اللي هو 360. قاعد بعمل اديت لشويه فيديوهات كده وانا قاعد باكلها، وبكده بعديها هخش بقى على السبلمنتس زي اللي انا خدتها بالظبط في الفيديو اللي فات بتاع الميني كات. بس طبعا مش هطلعه في الفيديو ده، ارجع للفيديو التاني لو عايز تشوفهم عشان ما يبقاش الفلوج اطول من اللازم يعني. اتمنى انت لو وصلت لحد هنا وما عملتش لايك او فولو او مش مفعل جرس التنبيه بتاع القناه تعمل ده دلوقتي. ويلا بينا بقى عشان نخش على الختام. قررت ان انا انهي الفلوج ده بحاجه مختلفه شويه. طبعا هتلاقوا في الفيديو اللي فات صوتي قليل قوي لان انا غالبا داخل على دور برد فبلوش زي ما انتم شفتوا دلوقتي كده، وزوري عامل وبتاع من تغيير الجو. كان في الروك ستار دي اللي شفتوها في اول فيديو اللي بتعمل الجوافه والمانجا، فقررت ان احنا نجربها مع بعض. هي فيها 155، انا طلعتها من الانترنت لان الكتابه اللي عليها مش انجلش فموضوع صداع الصراحه عشان اقعد ادور في وسط الكلام ده كله. فيها 155 مللي جرام كافيين. طعمها لطيف قوي بجد، شبه التروبيكال فروتس، بس مش هشربها دلوقتي. انا قلت بس يعني ايه ادوقها الاول بس كده في نهايه الفيديو. وفي النهايه في الفطار بتاعي بتاع تاني يوم، ده عباره عن بان كيك معموله من سكوبين بروتين باودر وبضايه كامله و3 بياض بيض، وعليهم في 20 جرام من الكاكاو الخام، وطبعا سكر دايت وبيكنج باودر وفانيليا الى اخره. فيها بروتين كفايه قوي، مع الكافيين ده هيخليني ان انا اتحرك. دي ما فيهاش كالوريز، يعني انت عندكم هنا في ال 100 مللي في حوالي 4 كالوري، يعني هي 500 مللي، يعني البتاعه دي كلها فيها بتاع 20 كالوري ولا حاجه، 20 25 كالوري وات ايفر يعني. جنب دي تقيله قوي، يعني لو التكستشر بتاعها اصلا عشان تتقطع، وده بيبقى مقصود على فكره، انا مش حابب ان هي تبقى بتتاكل بسهوله. التكستشر بتاعها عشان تتقطع تقيل، والمضغ بتاعها بياخد وقت يعني. فهي الفكره هما فيها ان انا بحاول اعمل الحاجات بتاعه الايام اللو كالوريز قوي اللي زي النهارده اللي ما فيهاش تمرين كده عشان اشبع، عمليه المضغ والبطء في الاكل الى اخره. بجنب الكافيين كمان بيصد، وهيبقى فيه شويه كافيين كتير كده لحد الساعه 2:30 3 الظهر، هيبقوا قافليني تماما، فهقدر ان انا اكمل يوم بسهوله. اتمنى ان يكون الفلوج كان مختلف نسبيا عن اللي انتم متعودين عليه، وهو ده المطلوب في الفتره اللي احنا فيها دي، ان احنا نعمل حاجات مختلفه شويه. طبعا لو وصلت لحد هنا ما عملتش لايك بقى وسبسكرايب بقى وكومنت وشير والكلام اللطيف ده، اعمل الكلام ده كله لان هو ده اللي بيساعد الفيديو على الانتشار. كان معاكم دولا من دولاس فيتنس جايد، واستنوني في الفلوج جديد.